السلام عليكم. تصريح خطير من زين الدين زيدان يصفع به فرنسا وإدارة نيس بعد إيقافهم يوسف عطال بعد دعمه لفلسطين وينتصر للجزائريين. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم ليوسف عطال اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أن قامت إدارة نيس العنصرية بإيقاف اللاعب الجزائري يوسف عطال ووقفه عن التدريبات وتحويله إلى التحقيق بعد دعمه للقضية الفلسطينية، فقد دخل على الخط زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الفرنسية وقال: أنا حزين للغاية بسبب ما يحدث للاعب الجزائري يوسف عطال ابن بلاد الجزائر الذي دائما أفتخر بأبنائها في الخارج، ولكن ما تفعله فرنسا بهذا اللاعب الجزائري الحر فهذا أمر غير مسموح به. فماذا فعل يوسف عطال لكي يحدث له كل هذا؟ فهو دافع عن الأطفال والنساء والأيتام الذين تقصفهم إسرائيل وتهدم منازلهم فوق رؤوسهم. فأنا أدعو كل اللاعبين الجزائريين لمغادرة الدوري الفرنسي فورا، حتى لو هيلعبوا في الدوري السعودي، فهذا أفضل لهم من عنصرية الفرنسيين. فدائما الجزائر هي بلد الأحرار، وهي من ضحت ب1.5 مليون شهيد من أجل الحرية. فلماذا العالم أجمع يمنع الحرية عن الفلسطينيين، هذا الشعب الأعزل؟ ولماذا العالم أجمع يدعم أوكرانيا؟ فأنا كلما أتذكر أنني لعبت لهذا المنتخب العنصري أحزن بشدة على نفسي. فأنا لا أريد الجنسية الفرنسية، فيكفيني فقط إني جزائري وأحمل الجنسية الجزائرية، فهذا فخر لي ولعائلتي. وأنصح يوسف عطال بعد أن تحل أزمته لا بد من مغادرة هذا النادي العنصري. وفي النهاية، لو أنت محب وداعم ليوسف عطال اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.